السلام عليكم. اليوم بغيت نصغر معكم عسل منزلي ناجح 100%. كما كتشوفوا هنايا خديت قالب السكر 2 كيلو، او تاخدوا 2 كيلو ديال السنيده حبيبات. كنديروا السكر ديالنا في الكوكوط او في الاناء اللي غادي نسدو عليه، ومن بعد غادي نضيفوا له لتر من الماء، يعني 2 كيلو السكر مقابل لتر من الماء. من بعد ما كنضيفوا له الماء كنخليوه واحد شويه حتى كيبدا يذوب معنا داك السكر كما كتشوفوا بحال هكا. غير هو ما غاديش يذوب كامل لان السكر ماشي بحال السنيده، ما غاديش يذوب لينا كامل الجزء هذا كما كتشوفوا معايا دابا. هذا الجزء الاخري ديال قالب السكر فما غاديش يذوب، لان خصك تبيتيه ليله كامله مثلا الا بغيتي يذوب على خاطره، اولا ديريه الصباح وطيبيه في العشيه. فانا بصراحه ما خليتوش هكا يبات وما خليتوش كمل الذوبان ديالو، ضفت له حامضه مقطعه هكذا شكل دوائر، واحد العويده ديال القرفه فقط. ما درتش شي اضافه اخرى معاه. فكل واحد كيفاش كيبغي يديرو، كاين اللي كينسمو بالازير، كاين اللي ينسمو باتاي، حبوب اتاي. فانايا يعني لانني بغيت نديرو المعسلات ديال شهر رمضان، ف اختاريت انني ما نضيف له حتى شي حاجه اخرى من غير الحامض والقرفه. من بعد ما درت له الحامض والقرفه سديت عليه ودرته فوق البوطه مده ساعه كامله. من بعد ما كتصفر الكوكوط كنخليوه ساعه، كنحسبوا ساعه وكنحلو عليه. صراحه انا حسبت ساعه وحليت عليه، لقيته بحال هذا الشكل فخليته مازال فوق البوطه، ولكن انا فاتحه الكوكوط يعني ما سديتش عليه. من بعد دازت تقريبا واحد 15 دقيقه صافي الشكل ديالو او اللون ديالو بقى كيتغير البني كما كتشوفوا لهذا اللون. فهنايا انا طيبت شويه د الماء طايب وضفته عليه لانه ما تسجلش في الفيديو. ومن بعد حصلت على هذا العسل اللي هو هكذا ناجح. هذا راه بايت والصباح لقيته بحال هكا. عسل ناجح 100%. جربوه ما غاديش تندموا على حسابي. اللي كان اول مره كيشوف القناه ديالي ما يبخلش عليا بلايك وابوني ويبارطاجي الفيديو. وشكرا لكم بزاف على المتابعه.